شو عم تعمل؟ خبرنا. والله بدي غير جوزة الباب يا بيبي. والله يعني بلشت العملية يعني والله العظيم لازم غيره. طبعا. عن جد اللي صار معنا مو شيء طبيعي ابدا. صح اكيد اكيد. هلا انتم لسه ما بتعرفوا شو اللي صار بالضبط بس جايينكم بالحديث كمان جايينكم شوي. بالحديث. بدي غير جوزة الباب. بدنا ناخذكم معنا نحن عم نغير جوزة الباب. لازم أكيد. ناخذ هي نجيب نفس القياس ونرجع اركب وحده جديده ونشرح لكم بقى شو اللي صار بالضبط. هلا يوسف هون بلش يباشر بجوزة الباب. لازم نفكها ونظبط الامور. لازم والله ونسيطر على الوضع. بدي فكها اخذها معي. بدي نادي لامجد يقعد بالبيت لانه حيتصفى الباب يعني بدون جوزة بقى ما بنقدر نقفل الباب. عرفت شو؟ بتعرف شو؟ منيح انه عائلتنا موجوده والله العظيم. منيح والله الحمد لله طبعا. عن جد الحمد لله رب العالمين انه نحن بالمانيا ما لنا لحالنا يعني. عن جد. والله نحكي كلياتنا بنفس الشارع. واخيرا واحدة جديدة طلعت. بدنا واحدة جديدة. هلا واحدة جديدة. شوف كيف صار ترى بدون ولا شيء. هلا بجد بيجي بس احلى شو بده يجيب باله على حاله ولا لا؟ عن جد نأمن عليه بركي بنقول له يجي هو وبشرى احسن يعني. وهون شوفوا هاي كمان يعني في دقر للباب لسه. ربك حميد. لا ربك حميد في دقر. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. كيفكم؟ نورتونا. كيفكم اليوم؟ ماشي الحال. كيف نفسيتكم؟ ماشي الحال الحمد لله. كنتوا تحرسونا البيت. والله بدهم ايانا بمهمه بوليسيه. والله ما شايف وراك. شوفوا انتوا وراكم. انا إيه؟ للامانه وين المفتاح؟ للامانه انه بخاف يعني. فانا قلت له روح انت. هو صار بده يجيبني. انا ما بدي عندي هي معك بدك عندي ما بتعرفيني. بعدين شوفوا ما نسيناكم. ليكوا الدقر وراكم. هذا دقر الباب موجود. تمام ممتاز. هذيك المرة اختبرناه على فكرة. اختبرتوا لها؟ عن جد اختبرناه والله اختبرناه. لقيته؟ لا يعني. قوي ومحكم ولا تخافي. توكل على الله. لكن ليش رايحين نجيبوا قفل؟ لا والله لازم نغير يعني للأمانة. ما لا بصير. صح ضروري طبعا. بعدين هلا بمسك سكينة المطبخ وخليها قدامي. كمان صحيح. تركت لكم كل السكاكين بالدرج الأول تبع الحفرة. هلا تفضلوا قعدوا وحرسونا المنزل. يلا رايحين وجايين والله مسافة الطريق. ما تطولوا ها. لا والله مسافة الطريق. نجيب جوزة للباب جديدة نغيرها وهي يعني نجيبها ونرجع. هلا في شغله مطمئنه انه الحرامي ما بيرجع لنفس المكان يعني ما بيحوم حوالين جريمته مره ثانيه. خلص يعني كلها تمام. مالي معبي عينك ليكون معبي عيني بس اذا حرامي معه مسدس شو بتعمل اللي عينك ما بعرف شو بلطي ورا الباب. لازم يعني لازم يكون تارك شيء حواليه. هويته مثلا. لا مثل ضياع هويته. شو هالمنطق هذا؟ لا هلا رح نحكي لهم كمان بعدين شو صار معنا لانه بشرى على فكره هي الشاهده الاولى. انا كنت مع نواره. والله هلا بنحكي لكم التفاصيل كلها. التفاصيل ان شاء الله. يلا تفضلوا الى الداخل. 1 hour later. طبعا انا ويوسف هلا برحله البحث يعني بقى عم نطلع وسالنا الزلمه اللي هون عم يشتغل انه شو اكثر شيء امن. عطانا شغله ونحن عم ندور على شيء ثاني معه يعني. هاي مبدئيا كيفك لولو؟ اهلا لولو. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. يوسف طبعا طلع اذكى من الزلمه. وقال شو لازم نعمل. لازم ننقي شو اسمه نفس القياس يعني. شو بقى لقيت نفس القياس. ايوه بالضبط. بدنا نشوف شغلات هيك لازم يكون في امان اكثر يعني. مثلا هون هيك حاطين كذا شغله. عم بقول له ليوسف ما في شيء بس حدا هيك يعني يدقره مثلا ما معه المفتاح يحاول يطوت بقى ما بعرف اذا هيك اختراع. لا تخافي حظبط لك اياها. لا تخافي. محتاجين هيك اختراع. عشان اذا حدا قرب حاول يقرب على الباب يدق فورا للشرطه. شلون والله لازم للامانه. طبعا في معلومات مهمه يعني حكى لنا اياها الزلمه. بقى تفضل يوسف قول له. لا اول شيء لازم تاخذوا الجوزه يعني اذا طبعا هو لازم تاخذوا جوزه مشان تجيبوا نفس المقياس. اول شغله. ثاني شغله كان بده يعطيني جوزه باب انه بحس انا نسيت المفاتيح من جوا محطوطين يعني ما. وطبعا اذا محطوطين من جوا ما بتقدروا تفتحوهم من برا. صح. فهو كان انه هي مثل بسموها انه اذا يعني اكثر امان. ما بعرف ليش بسموها اكثر امان. اذا انتم نسيانين المفاتيح من جوا بتقدروا تفتحوه من برا. قلت له لا ما بدي هيك. اكيد ما بدي هيك لانه هو بدنا شيء مضمون اكثر من هيك لا يعني. بدنا يعني شو استفدنا. صح. اذا حدا ثاني معه المفتاح وانا حاطط المفتاح من جوا مشان ما حدا يفوت لعندي ممكن يفتح لي اياه من برا. بقى نحن ما بدنا هيك شيء. تعالي نشوف امجد بشر شو هو. نجلس نشوف شو بدنا نعمله. عم يقول مين مش عم تقول له قول مين نحن خلصنا حاج خوف. حاطط السلسله
طلعت من عين الساحرة متخبية ماسكة يعني فيني. اذا حرامي رح يقول له انا. وصلنا ما بعرف ليش عليك. نحن دائما بنقول مين. شو بدك انا اتيني انت ماسكة بظهري هيك. مو انت اسمه لا تخافي وانا قلت لك لا تخافي اتيني. شفتك انت قبلنا بتفهم. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. كلنا جبنا القفل. جبتوا له ان شاء الله الف مبروك. معك مجال النوبة لا هلا مع تركيب القفل نترككم مع تركيب القفل. يلا ضروري. رسالة واضحة وصريحة للحرامي لا عاد تفكر. اياك ثم اياك. رابطين لك يا يا مني الله لا يوفقك. يا مرحبا. شفتونا ونحن عملنا ايه؟ هي 3 مفاتيح جداد. اي والله 3. يا عيني عليك. هي جديد. هلا خليني ركب هي تمام وحنكمل. طبعا في تغييرات رح تكون برا تمام رح تصير وفي تغييرات جوا البيت لازم تصير فغير القفل طبعا يعني هذا شيء اكيد يعني. اول خطوة هو القفل. هاي رح تتم المهمة بنجاح. هلا اخر حركة بسم الله. الله عليك. صار لنا قفل جديد. صار عندنا قفل. مبروك. شكرا مبروك. الله يبارك فيك. طلعتوا انتوا. تمام ان برافو. شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيكم. ان شاء الله بتشوفوا على وشه الخير. شكرا. ان شاء الله ما بتشوفوا حرامية ابدا. ان شاء الله امين. الله يسمع منك. صح يوسف ونور هلا عم يغيروا القفل بس بعدين بدنا نجيبوا كاميرات هيك كنا عم نحكي بالموضوع. أكيد. مو بدنا نجيب وصينا على كاميرات. قول يعني بدهم يركبون يعني هلا يوسف بهاليومين. ونور عم يوصلوا رسالة للحرامي إن كنك زلمة فوت. كنك زلمة حاول تفوت. عم نقول لهم شو لنلقطك لقطة الله مولاه. صار في افخاخ. بدك اسمعوني شوي. بقى اول اجراء هو هذا. ممتاز. شو باي وين باي؟ ميسر. زوجي. إن شاء الله هيك. يا سلام. وين راح يوسف؟ يا سلام ايش في؟ يا سلام كم طقطقة. شو؟ الله عليك. شلون بالله؟ الله يعطيك هلا العافية. شو بقى تخافي ها؟ قال خافت والله. اول يوم وراحت نامت عن بيت اهلا طبعا. هاي الرعبة الأولية. ايه والله اجباري صح الحق معك. بس لسه هلا في كمان اجراء زيادة رح نحكي لكم عليه حتى انتم ممكن تعملوه. في شغلة عن جد يلي عن جد يمكن انا هيك ساويتها. شوفوا جارتنا شو عاملة. عندها قفل هون بنص الباب. هذا يمكن وصي عليه انا كمان. هذا شلون بدي لك مستحيل حبيبي يعني الاف بي اي ذات نفسه مستحيل تقدر تفتح الباب. عن جد مستحيل. هذا قفل بنص بنحطه الباب. بنص الباب قولا اذا واحدا. الله ما خيبني يعني انا ما بعرف بس ماني معلم بوابه هيك بس لا، بس هذا لا. بحط هون هيك بعدين بفرش بفوت هون يمكن. بدي اقول لك معناتها اكيد شيء صاير بهالبنايه من قبل او شيء لحتى هي حاطته يعني مو من بالضبط. فراغ معناتها الموضوع. طبعا اول ما بلشت القصه انا ما كنت موجود. نعم. بقى كانت كنا نور نحن البنات وبشرى جايين لا وهديل. والله. بقى انتم بدكم تسردوا نحن القصه اللي بالضبط شو اللي اكلناها صار. رعبه. تماما. هلا نحن بدنا نبلش معكم تفاصيل القصة واللي هي بديتها حرفيا من هون. اجينا انا وهديل وبشرى كنا بدنا نطلع مشوار عادي بقى. نحن بالمانيا ما بنحط مصاري بالبيت لانه كل شيء هون على كرت البنك. بس صدفت انه نحن تاركين مصاري تمام فانا جاي مشان اخذ هاي المصاري لاحطها عندي بالبنك. المهم بشرى كانت موجودة يعني عادي الوضع. استنوني هون حتى هديل وبشرى. جينا انا وهديل ونور فاتت نور بدها تجيب المصاري نحن وقفنا هون يعني انه عم نستناكي انه شغله بالضبط. دقيقتين وطالعين. نور قالت والله ما عم لاقي المصاري. انت أيوة وين كنتي بالضبط. حاططيهم اول شيء؟ انا اول شيء كنت حاططهم بالصالون. تعالوا لنفرجيكم يعني اغرب شيء شو ليش غريبه هالقصه اللي صارت. اول شيء حابه احكي انه نحن من فوتتنا على البيت ما في ولا اي شيء ملحوظ انه في حدا فايت. صحيح. المهم خليكم هلا تفاصيل. فتنا اول شيء هيك على الصالون لعندي. اول شيء فاتت نور على الصالون. ايوه بالضبط. قالت انه هون حاطه المصاري فايته جيبهم وطالعه. تماما. جاي وانا وين لعندكم. كنت حاططهم؟ حاطه المصاري هون على هذا الرف ناحية القرآن الكريم. ففتت بدي اخذهم واطلع. لا، طولت. في شغله انه نور هي بيتها ما فيها اولاد يعني ما في انه مثلا حدا يقيم حدا صح. يحط يعني هي عرفانه وين بتحط الغرض بايدها لانه ما في يعني من غير شر ما في حدا تاني بس تماماً. هي ويوسف ايديهم يعني. والله وحرفيا حتى تذكري بشرى البيت كان على حطة ايدي يعني ما في ولا اي شيء متحرك بس كان في شغلة وحيدة متحركة اللي هو هذا الكرسي. هذا الكرسي كان هيك محطوط. وانا يعني وقت الواحد يرتب الشغلة وكذا حتى
حتى ستات البيوت رح يعرفوا هاي القصة، انه خلص حاطط انت شغلة، حطت ايدك مستحيل تنسى. يعني انا شو إلي شغل بهذا الكرسي ما حركته، طلعت من البيت هو هيك. الشيء المتحرك الوحيد كان هون بالصالون هو هذا الكرسي بس. تخيلوا ما في نكش ما في شيء، هاي هون البداية. قلت لهم ما لقيت المصاري هون استنوني، لساتهم كانوا هديل وبشرى واقفين ناحية الباب. يعني شوف الموضوع قديش كان رح يكون سريع. عرفت شو بقى؟ المهم اجيت قلت لهم معناتها مالهم هون، معناتها جوا. فايت اجيبهم طبعا. تفضلوا لحتى انا احكي لكم يعني تشوفوا بالضبط شو صار حرفيا. طبعا فتنا نحن هون على الغرفه لعندي. تمام. ليش؟ لانه انا يعني الاماكن اللي حاططها خلص عارفه. يعني دائما وقت بدي احط شغله بسيطه هيك مصاري كذا بعرف وين بدي احطها بالضبط. شو صدفت انه فتحت الخزانه هون. بقى الخزانه عندي الرف مباشره، اول ما الواحد يفتح خزانه بشوفه. اجيت قلت انا بالعاده مثلا بحط هون شوي، يعني ممكن يكون موجودين هون، ممكن امتى من هونيك حطيتهم هون. شكيت بحالي فتحت هون ما لقيت. اجيت فتحت كمان هون اللي هو كمان المكان الثاني اللي مباشره انا بتصرف بحط فيه الاغراض هو هون كمان ما لقيت. هون صارت القصه نحن معنا. انا يعني اول شيء مثل ما قلت لكم كنت بين الشك، يعني لساتني اني شاكه بالموضوع. وحتى بشرى دغري قالت لي انه ممكن تكوني حاطيهم مكان ثاني شوفي. وما صدقوا اول شيء قلت لهم كانه في حدا فايت على البيت، يعني حسي قلبي. المهم واذ بالمفاجاه الكبرى انه هون عندي انا يعني يا ربي الحمد لله 100 مره انه عن جد نحن يعني رغم انه اوكي ما كتير بنشد وبنقفل وبنعمل وبنسوي قبل ما نطلع من البيت، بس كمان واعيين انه ما بنترك شيء غالي يعني جوا البيت اجباري. تمام. بقى هون انا شو حاطه هيك اوراق واشياء يعني الي خاصه فيني وبشغلي. المهم شو كان في كمان العلب هيك علب اكسسوارات يعني عاديه فضه يعني. ايوه بالضبط علبه هدايا. شو صاير يا جماعه؟ الدرج هون مفتوح هيك تقريبا هيك حرفيا. تمام. والغطاء تبعت العلبة واقع وين؟ تحت وغطيين. وانا قبل ما اطلع من البيت يعني انا مالي انا طالع اشتري اغراض فما في داعي لا البس من الاكسسوارات ولا شيء. بقى كان الغطاء يعني انا هذا اللي صدمني. هون عرفت انه في حدا فايت على البيت لانه الاغطية انا ما طلعت شيء وما كان إلي هدف اصلا فيها لهي الظرفة. ولقيت الاغطية تبعت العلب تحت واقعين، هن غطيين للامانة مو اكثر. بقى هذا هو الشيء اللي شككني لاني شفتهم وانا يعني خلص عارفة كل شيء حطت ايدي وكان هيك مفتوح كمان الدرج. اغرب شيء صار انه البيت عن جد ما كان فيه ولا نكشه، ما منكوت نهائيا. وهون اجا يوسف اتصلت فيه قلت له في مصاري كانوا موجودين كنت بدي احطهم عندي بالبنك. يعني بتذكر يوسف كمان تارك مبلغ، بقى متذكره المنظر يعني براسي. فجيت شو قلت له ليوسف انه انا مصاري انت اخذهم شيء، لاني فكرت اخذ مصاري لاني انا عارفه انه حاططهم. ولا وقت بالمفاجاه الكبرى انه يوسف عم يقول لي شوفي بالله فوق عندي تاكدي اذا محطوطين ولا لا، لاني انا ما اخذت شيء. في كان إلي مصاري كمان فوق، يعني في مبلغ تاني ليوسف غير المبلغ اللي كانت نور جايه تاخده بالضبط. وكمان الثاني مفقود. نحن هون عرفنا انه خلص في حدا اكيد حدا فايت على البيت تماما. بقى هون صارت التفاصيل الثانيه اللي هلا كمان يوسف رح يجي يشارككم فيها، اللي يعني والله العظيم شيء مثل الكذب حرفيا. نحن مثل اللي كانوا بصدمه، يعني نحن ما بنصدق انه شو صار. بعدين فتنا انا وهديل وقعدنا انه نفكر انه عن جد يعني هذا الشيء. بعدين قلت لها لنور طب انت حاطه شيء غالي شيء ثقيل؟ قالت لي لا انا ما بترك شيء غالي بالبيت. قلت لها طيب خاتمك؟ قالت لي ليك بايدي. قالت لي في خاتم ثاني انا بحطه بالعاده، يعني هذا الحابس والمحبوس بيسموه بالضبط. في المحبس الاساسي هذا موجود كان، يعني كنت حاططه بايدي. انا بالعاده ما بحب يعني كثير اشياء هيك بتضايق. بقى تارك المحبس تبعي وين؟ هون بالدرج. دورنا قلبنا عليه الدنيا، الحمد لله ما في الا هو يعني الحمد لله رب العالمين مخنا معنا. وللاسف كمان ما لقيناه، كمان كان مسروق محبسي الذهب بس والله العظيم والله شيء ما بيتصدق. فتحت الدرج نور ما في شيء منكوت. يعني تخيلوا انه الواحد اذا بده هو يطلع الخاتم بده ينكش شوي او يطلع الاغراض لبرا، يعني الحرامي بفوت مستعجل طلع الاغراض كذا حتى يشوف المحبس وياخده او يشوف شيء ذهب مثلا. بالضبط. شلون هو اخذه هيك يعني بسهوله يعني. اي والله شيء ما بيتصدق والله. بس انا قلت لها لنور انه الحمد لله على سلامتها. الحمد لله. يعني انه يعني تنفدى بمبلغ صغير، ولا انه هي مثلا يفوت عليها الحرامي تكون هي بالبيت يصير لها شيء. يعني اهم شيء سلامتهم هي ويوسف. فهلا رح نترككم بالتفاصيل الباقيه شو صار بعدين، لانه حتى هي رح تستغربوا منها كمان لسه جايينكم بالحديث. هلا طبعا تكملت القصه وين صارت عند يوسف. طيب فتفضل. هلا انا كنت عند اغل هديل ودقت لي نور قالت لي مصاري انا اللي كنت حاططهم بالصالون ما عاد لقيتهم. قلت لحالي اكيد يعني هي عم تنظف حطيتهم شي مكان نسيتهم حطيتهم بالخزانه اي شيء يعني. قلت لها صار خطا يعني. بس انا يعني بنفس الوقت بعرف نور بتعرف وين تحط الاغراض، لانه هي يعني عن جد كثير منظمه. بتحط هذا الغرض تعرف انه بترجع بتلاقيه
ما بتنسى وين حطت الغراض. فورا قلت لها شوفي يعني شو انا حاطط والله مبلغ صغير كمان كتير حاطط بالخزانه. قلت لها طب شوفي هذا المبلغ موجود لساته بالخزانه ولا لا؟ وقت قالت لي لا هون انصدمت، لانه انا عرفان انه هدول المصاري ما حدا بيقرب عليهم، يعني ما عم نقرب عليهم لا انا ولا نور، واذا حدا اخذ منهم بخبر الثاني. هون انصدمت، هون عرفت انه في شيء مو طبيعي. عملت حالي وجيت لهون، يعني فتحت الباب ما لقيت شيء متغير، منكوش البيت، وهذا اللي مجننا ابدا. ما كانه ما فايت عليه حدا. فتلنا الدنيا كلها على المصاري، فتلنا ما لقينا شيء ابدا. ضلينا ندور، عن جد دورنا كتير والله ما لقينا شيء. وبالايامات اللي بعدها كمان رجعنا دورنا، نحن شاكين بحالنا يعني شو لاي درجه، وما في ولا اي شيء حرفيا. بس اللي بيقتل انه يعني لو حاطين نحن يعني اشارات وين موجودين هدول الاغراض ما كان لحق ياخذهم، لانه ايه عن جد لانه عندي يوسف الباقي. شلون صار الموضوع؟ انا كنت متاخر شوي بالشغل، رجعت على الساعه 4 تقريبا. جيت اخذت نور من البيت ورحنا عند اغيد وهديل. انا ضليت لل6:30، يعني نور هي وبشرى وهديل رجعوا على الساعه 6:03 تقريبا. بين الساعه 4 و6:03 صار الموضوع، لانه قبل بيوم نحن شايفين المصاري تماما، انه كيف بهالدقه وكيف بهالحرفيه وكيف بهالخفه اليد يفوت بهالسرعه، ياخذ المصاري، ياخذ خاتم الذهب وكذا ويطلع. تماما عن جد انا لهلا بقول انه مستحيل انسرقوا هدول، يعني يختفوا بس هيك يختفوا بدون سابق انذار. ما بعرف شلون يعني. بس تاكدت انه خلص بعد ما ضبينا دورنا ما لقينا شيء. لحالي ما لقيت غير دق الشرطه، جبالي لازم دق الشرطه. دقيت للشرطه، اجت الشرطه دورت، رفعت البصمات كذا، قالوا لي يعني هلا ما بين معنا شيء، رفعنا بس في اجراءات حيساووا الاجراءات اللازمه يعني، واستنى منا خبر يعني. تماما عم نستنى منهم خبر نشوف شو بصير. بس نحن طبعا يعني لازم نغير قفل البيت، نحط كاميرا، يعني الحرص واجب اجباري. تماما. يعني هلا الاشياء اللي نحن عملناها واللي انتم يعني المفروض كمان مثلا اذا تعملوها، لانه عن جد يعني نحن كنا يعني ما خطر لي بحياتي بصراحه حدا يفوت على البيت، وهذا اكثر شيء يعني اثر فيني. انا كثير بحب بيتي يعني وبهتم فيه، بقى كثير تاثرت من الموضوع. وفي شغله انه حتى الشرطه وقت فاتوا قلنا لهم شو القصه، هن مستغربين انه كيف انه ما في شيء، عن جد ما في شيء يعني. حتى الباب بتقولوا مفتوح بقفل، يعني عفوا مفتوح بمفتاح عفوا. بقى يعني طلعت انا هيك انه يعني والشرطية عم تطلع والشرطي وسألونا. بس في شغلة غريبة صارت معي أنا، اللي هي كانت الساعة 11:30 الصبح تقريبا. كان لسه يعني أنا لحالي بالبيت وهيك، فرن جرس البيت، وأنا سمعت صوت الأسانسير وقت وصل لفوق. بقى دغري عرفت إنه الصوت من وين، من فوق. بقى لحقت بسرعة قياسية إني أطلع من العين الساحرة مثل ما بيقولوا، يعني هاي اللي بتطلع برا البيت، وأنا كنت يعني بالمطبخ. بقى دغري طلعت وطلعت. لو ما كنت بهالسرعة كانت هاي المخلوقة راحت وما شفتها، لأنه كان في وحدة واقفة دوبا رنت على الجرس. بالعادة أي حدا برن، إن كان شركة إن كان أي حدا، حتى مثلا في اللي بنطفوا البناية، إذا أي حدا رن بضلوا واقف فترة بستنوكم تفتحوا الباب يعني. هي ما استنت. حتى أنا وقت مشيت ودغري طلعت من العين الساحرة، هي يعني ما في بين الرنة وإني أنا إجيت ثواني. بقى هي صارت ترجع هيك تسحب حالها لورا لحد ما فاتت بالأسانسير ونزلت وتتخبى بأوعية، يعني منزلة راسها وكذا، ما شفت مين هي حتى. بقى هذا اللي استغربته. ولا انتظرت، دوب رن الجرس، لو ما لحقت وقفت شفت مين كانت، يعني كنت ما لحقت اشوف حتى مين اللي رن يعني لهالدرجه. وهذا الشيء اللي حكيته للشرطه كمان، واللي عن جد كثير مغوشني. بس الحمد لله رب العالمين انه الشرطه حطت كاميرات برا، وهلا رح يصير في كاميرات جوا، لانه الموضوع عن جد مو طبيعي يعني. حتى نحن بنقولها ان نحن متضايقين انه ما في اشياء واضحه، بس بنفس الوقت انه هيك صار. بقى انه لازم هاي الاجراءات يعني تكون موجوده. صحيح. وهذا الذي حصل معنا عن جد. هلا ونحن نشرنا على الفيسبوك على فكره. صحيح نشرنا على الفيسبوك. انتم مشان ما تقولوا انه معقول خلال النهار معقول مدري شو يجي يسرقكم حدا. بقى نحن نشرنا منشور على الفيسبوك لحتى نسال بمنطقتنا اذا في هيك شيء صاير. بقى صاير العجايب، صاير عجايب بعز النهار، يعني من الصباح، يعني منذ الصباح عم يبلشوا بعمليات السرقه تبعيتهم. بقى شوفوا شو كتبوا لنا. رح اقرا لكم تقريبا 3 تعليقات عشوائيين من اللي علقوا. هلا اول تعليق كاتبته وحدة: صح، أنا من فترة شهر تقريبا محاولين يخلعوا الباب عندي المساء ومرة الصبح، واتصلت فورا بالبوليس وإجوا أخذوا بصمات وهيك، وهلأ رح يركبوا لنا كاميرات بالبناية. وهي كاتبة وين ساكنة بالضبط، يعني لأنه أنا عم بسألكم ضمن المنطقة. هاي أول وحدة. تاني وحدة كاتبة: صح كلامك، امبارح رجعت من الشغل بكير شوي قبل الظهر، بدلت ثيابي وطلعت، عندي موعد عند الدكتور جنب بيتي، كل شيء كان طبيعي. والهاوس مايستر اللي هو هذا المسؤول يعني عن البنايات هون هيك
بظبط فيها اذا في شيء وكذا. كان عم يمسح الدرج وما في شيء. بتفاجئ بعد الظهر جارتي الألمانية دقة للبوليس، جايين حرامية وخالعين باب بيتها والدنيا نهار، وهي كانت بالطابق الثالث ببيت امها، ناكتين البيت بعز النهار وخالعين الباب وما حدا حاسس عليهم، وبنتي بالبيت مو حاسه على شيء مع انه لزق بابي. بقى صبايا انتبهوا منيح واقفلوا بوابكم حتى بالنهار اذا طلعتوا. نحن الشغله اللي ما كنا عاملينها انا ويوسف اللي هي انه ما قافلين الباب، وقت طلعنا بالبيت ما كنا قافلين الباب بالضبط. هاي بس يعني ما يعني في حدا بحدا بيخترب، يعني نحن كنا عارفانين انه بعد ساعه ساعتين راجعين على البيت بالضبط. يعني ما توقعنا بساعه بساعتين حدا يفوت على البيت او يصير اي شيء اصلا. وحده كمان كاتبه انه كمان انا سمعت قصه بس مو بمنطقتكم، قريب عليكم، على واحد هو شغله بالليل، خطيه كان نايم الصبح وفايتين عليه وهو نايم، وقام وفاق كانوا نسوان، وحده جوات البيت والثانيه تستناها برا، مسك المرأة اللي كانت يعني جوا البيت ولقوا اساور ذهب معاها وطلعت لجارتهم من نفس البنايه. تخيلوا يا جماعه يعني، وبنهار. لا اله الا الله. يعني كثير ناس تتوقع انه السرقه هي بس لليل، بس انه بالنهار شيء مو طبيعي. وفي وحده كمان حابه انوه للناس الساكنين بالمانيا، في وحده كمان كانت من ضمن التعليقات، للاسف ما لقيت تعليق رجعت بسرعه، كانت هي وحده هي وزوجها موجودين بالبيت، بقى زوجها كان مريض، هي حملت حالها وطلعت برا لشغلها، وزوجها بقي نايم، بقى مفكرين انه البيت فاضي، فايتين عليه كمان الصبح وكمان 2 نسوان، يعني هي وصفت انه هن كانوا محجبين كمان. المهم بقى زوجها فاق ولقت 2 نسوان بالبيت، يعني كانت هي اول صدمه. المهم وحده هربت والثانيه هو مسكها وضربها، بقى اجت الشرطه حاسبته انه ليش ضرب الحرامي، لانه هون بالمانيا ما بصير تضربوا الحرامي اذا لقيتوه، يعني بتتصلوا بالشرطه وبتحرك يمين تقول له ليكم عم يتحرك يمين، ليكم عم يتحرك شمال، يعني في شيء غلط. هذا الشيء بحسه قمه بالغباء بصراحه، لانه من الطبيعي الواحد يدافع عن حاله، يعني افرضوا معهم شيء تمام ويعملوا شيء بهالشيء، انا شو بدي الحق اعمل؟ اجباري بدي ادافع عن نفسي يعني. استنى شوي لا تضربني بعدين. لا تضربني، لا تاذيني، اذا ضربتني بضربك، لا تضربني. حتى اليوم كنت عم بحكي بالشغل القصه اللي صارت معنا، الشباب رفقاتي يعني كلياتهم امان، عم بحكي لهم انه 1 2 3 قال بتعرف انه حتى ممنوع تحبسه للحرامي، يعني انت هيك تحبس له حريته، حسب حكيهم انا ما بعرف انه ممنوع تحبسه، لانه اذا حبسته هيك حبست له حريته هيك يعني انت بتتقاضى. انا بتقاضى، هو فايت على بيتي يسرقني وياخذ كل شيء او يأذي حسب وبعدين ما تدقروا ما تعملوا، لازم ما تضربي ولا تحبسي، شو تعملي فيه؟ شو اعمل في قتلكم عم يتجول انا اطلع من البيت يعني؟ تستني ليه يضربك تضربي هيك بس تنويه صغير يا جماعه، لا تقولوا انه انتم ساكنين بالمانيا الدنيا امان، لا تقولوا عن جد نحن هيك كنا، وين ما كنتوا كونوا بس تطلعوا برا البيت قفلوا الباب عن جد، ولا تحطوا مصاري بقلب البيت بالضبط، ما تحطوا شيء ثمين يعني بقلب البيت نهائيا، لا مصاري ولا اي شيء، وبس تطلعوا قفلوا الباب وحطوا مثل القفل اللي ورجيناكم اياه مثلا، حطوا كاميرات معلش يعني بالضبط، احسن لكم عن جد والله احسن لكم، ما بتعرفوا شو بيصير. حتى في بالبنوك يا جماعه عن جد يعني امانات، اللي معه ذهب، اللي معه خلينا نقول الماس، اللي معه شيء ثمين جدا يعني، في بيقدر الواحد يستاجر خزانه بقلب البنك ويدفع عليها شهريا سنويا، يعني يحط فيها شيء ثمين وخلص امن يعني من البيت اكيد. المهم هيك بنكون وصلنا لنهايه هذا الفيديو، ديروا بالكم على حالكم عن جد، واعملوا كل الاحتياطات، ولا تقولوا انا هون وانا هون ما في حدا، يعني خلص كل الدنيا فيها ناس منيحه وناس سيئه، بقى الواحد بيأمن. عن جد ديروا بالكم على حالكم، وانا الراي الشخصي وقت بدكم تطلعوا برا البيت تسافروا يعني بعيد وتضلوا فتره لا تخبوا بالضبط، لا تحكوا، ما في داعي، لانه حتى جارنا صار معه نفس القصه، نشر على الفيسبوك انه انا برا يعني انا بايطاليا وانا ما بعرف شو كذا، ثاني يوم فاتوا لعنده على البيت، ولاجل الحظ كان ابنه ما سافر معه، يعني كان جاي كمان على البيت، عم حس انه في حدا بقلب البيت، عم دق للشرطه وانكمشوا وهو هون بهاي الحاره كمان نفسها اللي نحن عايشين فيها. يعني عن جد لا تخبروا، ونحن الحمد لله يعني الحمد لله نحن كلياتنا ساكنين بنفس الحاره، يعني اذا اي شيء بصير فورا الثاني بيخبر كذا بالضبط. وهيك بنكون وصلنا لنهايه هذا الفيديو، ديروا بالكم على حالكم، بنحبكم كثير، باي 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 باي.